السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وجولة جديدة من جولات سمسار في مصر. النهاردة بقى جاي لكم باريا جميلة جدا، وهي ارية احمد عرابي. شارع احمد عرابي من الشوارع اللي هي مشهورة في المهندسين، وشارع عريض زي شارع جامعة الدول. بيمتاز ان احنا دلوقتي داخلين من ميدان سفنكس. ميدان سفنكس بعد ما اتجدد الكوبري اللي هو 26 يوليو. الميدان بصراحة بقى واسع وجميل يعني، وتطوير حلو بصراحة يعني اللي حصل، ونزلات خلت الميدان بقى واسع يعني. دلوقتي احنا لما بنخش احمد عرابي الشارع بقى هادي. ده كده اول شارع احمد عرابي، اوله في الارقام واوله في الترتيب لحد ما بينتهي لشارع السودان. انا هحاول امشي في الجنب لان انا في شارع رئيسي، فمش هينفع اشرح لكم وانا ماشي بسرعه. طيب احنا دلوقتي اول شارع بيقابلنا اللي على نصيته الصيدليه، ده اسمه شارع عمر توسون. اوله من هنا وبينتهي في شارع السودان. شارع عمر توسون دوت من الشوارع الهاديه، مشهور ان هو فيه طبعا معهد القلب. اكيد حضراتكم طبعا تعرفوه. وكل الاريا اللي جوه هو اقرب شويه لشارع السودان من ناحيه الكتكات. طيب بنيجي احنا ماشيين دلوقتي في شارع احمد عرابي، بيعملوا حتى هنا في كوبري مشاة. الشارع اللي جاي ده اسمه شارع محمود الجزاوي، اللي هو على نصيته الشبراوي ومشهور بالشبراوي طبعا. طيب انا بمشيكم في الشارع بشرحه لكم من بره الاول. بصوا الشارع واسع ازاي. كان في هنا زمان، لو حضراتكم تعتقدوا قبل التطوير ده، كان في النص هنا في جنينه كانت كبيره، وكانت بتبقى فيها العاب للاطفال يعني، وكانت معظم الناس بتقعد فيها. فاتشالت الجنينه دي وتوسع الشارع بالوسع اللي احنا شايفينه. الشارع اللي جاي على ايدنا اليمين شارع الرشيد، هو بيبقى على ايدنا اليمين بيبقى يمين وشمال يعني. الشارع اللي جاي ده اسمه شارع الرشيد، وشارع الرشيد ده بردك بينتهي في شارع السودان بس ناحية محكمة شمال الجيزة. وطبعا انا هشرح لكم الاريا اللي جوه، بس انا حابب ان انا بوريكم الشارع، بوريكم التوسيع الجديد، بوريكم التطوير اللي حصل فيه. بالمناسبة في كوبري في وشنا. الكوبري ده حضراتكم هو اللي بيودينا للمحور 26 يوليو، بس من قدام، ملناش علاقة بميدان لبنان. طريق كده سحري عملوه جديد يعني بصراحة. وخلى المنطقة يعني خف الضغط على المحور بتاع 26 يوليو اللي هو اللي جاي من وسط البلد. طيب احنا في كوبري اللي في النص ده اللي هو بيودينا للمطار ومدينة الأمل، اللي هو على شمالنا يعني، غير اللي في وشنا. اللي في وشنا ده اللي هو المحور الجديد اللي بيودينا. طيب احنا هنمشي من تحت علشان خاطر نلف في شارع احمد عرابي ونكمل شرح فيه. طبعا هنا مدينة الطلبة اللي على يدنا اليمين، وفي مدينتين مش مدينة واحدة هنا في المنطقة، سكنين للطلبة. طبعا ده شارع بحر الغزال اللي مشهور فيه مستشفى الشروق. ناس كتيرة بتيجي مستشفى الشروق فحافظين المربع ده. انا باخدكم لاخر احمد عرابي عشان اوريكم السودان، وبعد كده نخش التفرعات نشرح فيها. معظم العماير اللي طلعت في الفترة الأخيرة، بنتكلم مثلا من 2008 وطالع يعني، طلعت عمارات جديدة هنا في شارع أحمد عرابي، وطلع في الداخلي كمان عمارات جديدة كتير. احنا كده وصلنا لشارع السودان تحت الكوبري، بس هنلف علشان خاطر نرجع تاني لشارع أحمد عرابي ونوريكم بقية الأماكن. رجعنا تاني في شارع احمد عرابي اهو.
الشارع اللي فات ده الشارع اللي فيه المعهد البريطاني، واكيد حضراتكم طبعا عارفينه، اللي هو شارع محمود عزمي. الشارع اللي جاي ده اسمه شارع النيل الابيض، بس مش النيل الابيض اللي في ميدان لبنان، لا ده شارع تاني متسمى نفس الاسم، اسمه النيل الابيض. هنا طبعا في بيتك وفي كونتشتال وفي ماركتات، لا يعني المكان بصراحة كخدمات حلو يعني، وكسكن حلو بردك. ده الطلعة بتاعت شارع النيل الابيض. طبعا انا بوريتكم الشارع بعد ما اتفتح، لان الفترة اللي فاتت احنا على مدار حوالي 3-4 سنين انا ما ينفعش كنت اقدر امشي في الشارع كده يمين وشمال، لان الشارع كان بيبقى نصه مقفول وكان بتبقى فيه تحويلات، فاستحالة ان انا هعرف اشرح الشارع. حتى بصوا يعني على ايدنا اليمين دلوقتي بقى هم قللوا الجزء اللي مقفول ده، هو المترو. طبعا في هنا مترو بيتعمل، اللي هو المترو هتبقى اسمها محطة التوفيقية. احمد عرابي هتبقى البديل ليها اسمها محطة، لان في محطة عرابي في المترو، فهيسموها هنا محطة التوفيقية، بناء على ان في هنا مدينة التوفيقية اساسا على ايدنا الشمال. طبعا احنا هنا عمر افندي مشهور، المكان هنا طبعا معروف جدا، بيطلعنا هنا على نادي الترسانة، وبيطلعنا على محور 26 يوليو الدخلة اللي من جنبه. طبعا الشارع اللي ده السنترال بيودينا بردك ل 26 يوليو. هنلف علشان نرجع الشارع. رجعنا في اول احمد عرابي تاني من الناحية التانية، وادي فيه هنا عمر توسن. ادينا هنخش اول جزء هنخش فيه اللي هو شارع محمود الجزاوي، اللي هو على نصيته الشبراوي. بفرجكم طبعا المنطقة كلها وبعرفكم التفرعات. طبعا في ناس كتيرة بتحب الاريا دي لان اسعارها مقارنة باسعار شهاب مثلا ولبنان وسوريا المربع اللي هو جامعة الدول، الجزء ده طبعا غالي. شارع حسين الجزاوي من الشوارع المشهورة جدا هنا، في المحروسة، مسجد المحروسة ومستشفى المحروسة. اللي في وشنا ده اسمه نادي التوفيقية بقى، اللي هو هيتسمى على اسمه بردك من ضمن منطقة مدينة التوفيقية المحطة اللي هنا. طبعا اليمين بتاعنا اللي هو بيطلعنا عند معهد القلب. انا هخش الشمال علشان خاطر عايز اوريكم الاريا اللي جوه هنا. تتفرجوا بردك على المربع ده. الشارع ده فيه بقى عمارات البترول، اللي هي العمارات اللي على ايدنا الشمال. في ناس طبعا بتحب السكن فيها لان منطقة هادية. انا عايز اوريها لكم ونرجع تاني للجزء ده اللي هو فيه بقى شارع عبد المنعم سند على ايدنا الشمال. بس بوريكم عمارات البترول اللي على ايدنا الشمال، طبعا كلها محلات. يعني هنا لو بنتكلم على خدمات مفيش افضل من الاريا اللي احنا ماشيين فيها في الخدمات، وفي نفس الوقت المستوى الفيو طبعا بتاعهم هنا باصص على نادي التوفيقية. نادي التوفيقية ده نادي التنس، فالمكان برضك ايه يعني
نوعا ما المستوى بتاعه ده اللي احنا بنقول عليه العجوزة يعني. انا بحاول اوريكم ان انا طبعا مش هطلع بره للسودان، بس بحاول اوريكم الففكم في الاريا دي ونرجع نكملها. في الوش طبعا شمالنا الاتجاه الشمال ده حلو بيودينا لاحمد عرابي، لشارع السودان. انا اسف، معلش لخبطتكم معايا. ده شارع حسين الامين. ادينا بنلف حوالين نادي توفيقية، وده ميدان ابن خلدون. وهنا بقى معهد القلب، مستشفى امبابة العام ومعهد القلب الناحية التانية. طبعا ادينا شايفين المربع اللي انا ممشيكوا فيه. التكاتك دي من ضمن الازمات يعني، اللي هم ما كانوش بيقدروا يخشوا المربع ده. سبحان الله يعني، مش عارف، بقيت بستعجب ان هم بقوا بيمشوا في احمد عرابي. يعني حي العجوزة فين مش فاهم والله بجد من الناس دي. رجعنا تاني اهو المسجد المحروسة. ورجعنا لنفس الاريا تاني علشان اوريها لكم. شارع حسين الجزاوي اللي احنا كنا بردك فيه. عشان طبعا شارع السودان مقفول بره، فالميكروباصات او الباصات اللي هي النقل الجماعي بتيجي تخش من جوه، عشان قفلة شارع السودان من الجزء اللي هو ناحية المحكمة. طيب هنخش بقى هنا على شارع عبد المنعم سند. شارع كبير جدا، وشارع حلو، واسع اتجاهين، مكان كويس. دي تكملة عمارات البترول اللي على ايدنا اليمين، وبعدها بعد كده بقى عمارات الاهالي. بنلاقي هنا في عمارات جديدة وحاجات جديدة. ده شارع الانشراح اللي فاتنا، شارع الانشراح الكبير. وده شارع الرشيد اللي انا قلت لكم عليه، اللي متفرع من احمد عرابي وبياخدنا لحد المحكمة في شارع السودان، محكمة شمال الجيزة. انا مكمل معاكم في عم منعم سند لان انا حابب اوريكم الاريا هنا، اشرح لكم كل الجوانب. وده شارع المأمون اهو اللي احنا واقفين على ناصيته. المأمون هنا بيطلعنا احمد عرابي، والناحية التانية بيودينا لحد شارع العالمين. تمام. انا بوريكم شارع منعم سند، بوريكم الاريا دي. طبعا هنا الشافعي، يعني اكيد اي حد عارف الشافعي، شارع الامين اللي احنا عديناه ده. شارع واسع وكبير، بيودينا بردك احمد عرابي، وبيودينا الناحية التانية الشارع العالمين. طيب هنا بقى شارع الهادي. شارع الهادي ده هو فعلا شارع هادي جدا، وعند مدينة الطلبة، ومن الشوارع الراقية في الجزء ده، يعني في المربع ده من الشوارع الهادية اللي هو اساسا بيطلع بينا هنا.
احنا كده بنلف مع سور مدينة الطلبة. الشارع ده راقي جدا. احنا كده لحد دلوقتي مع سور مدينة الطلبة. هنخش بعد كده شارع الهادي، ميدان الملكة زبيدة اللي احنا كنا فيه، اللي فيه عربيات الإسعاف، ومكملين فيه. انتم ملاحظين طبعا معايا المكان عامل ازاي. انا ماشي معاكم بحيث ان انا بشرح لكم المربع. احنا ماشيين كل ده مع سور مدينة الطلبة. هنخش الشارع ده شارع عطبرة، عشان كده احنا في وشنا نطلع على احمد عرابي. فهنخش الشارع شارع عطبرة اوريلكم الشارع ده. برضك من الشوارع الهادية، اللي هو من عند شارع الهادي وبينتهي اخره خالص شارع السودان. هنخش الشارع. طبعا احنا في وشنا السودان. انا مش هطلع لان انا هطلع احمد عرابي الف وارجع تاني، بس عايز اوريكم دي مستشفى الشروق اللي على ايدنا الشمال. جيت من جوه علشان برضك ايه اوريكم المستشفى. هنا في مستشفى الشروق ومستشفى كيلو بطر. شارع بحر الغزال اللي احنا فيه. طبعا في هنا ظهرنا برضك شارع العلمين بنطلع عليه، اللي هو ورانا، اللي هو الشارع اللي احنا قلنا عليه العلمين، اللي بياخدنا من الحته اللي ظهرنا لحد ما يودينا من ناحيه الكتكات. انا النهارده معلش لفيت معاكم كتير، بس حابب اوريكم كل جزء في احمد عرابي، لان احمد عرابي فعلا هو مش مربع. ده انا كده مختصر معاكم يعني المشي اللي انا بمشيه ده كده في اختصار، لان الشوارع اللي متفرعه من احمد عرابي كتيره، بس انا على قد ما اقدر بجيب لكم المختصر اللي انتوا بتعرفوا الاريا يمين ايه في احمد عرابي، شمال ايه في احمد عرابي، بتحفظوا التفرعات بتاعتها، بتعرفوا كل حاجه في المربع. واسفوني طبعا في الاطاله، بس بحب ان انا لما بنزل اشرح مكان انزل اشرح الاريا كلها بتفرعاتها بكل حاجه فيها. طبعا انا هبتدي بيكم هنا من محمود عزمي. يعني محمود عزمي من الشوارع كان مشهور ان طبعا هنا كان في المعهد البريطاني، و وفي هنا الشارع اللي فيه مستشفى الكلى. محمود عزمي. طبعا انا بجيبكم من الاريا دي
اريا هاديه جدا وراقيه ومكان كويس لحد ما، يعني برضك يعني انا بحب ان انا اكون دقيق في الكلام اللي انا بقوله. الشارع ده اسمه لؤلؤة الصحفيين الاسم الحالي. الاسم السابق ليه كان اسمه ابراهيم البعشي طبعا. يعني بنطلع هنا بقى شمال. الشارع ده بالمناسبة بيودينا لشارع السودان. برضك المكان هنا هادي وراقي جدا، مش وحش في السكن. ومشهور ان طبعا زي ما قلت لكم فيه ان في هنا مستشفى الكلى، وفي بس طبعا احنا هنحاول نخطف اليمين عشان عايزين نرجع لأحمد عرابي. يعني يا رب نقدر نطلع. ادينا هنطلع بره على احمد عرابي علشان نكمل شرح الاريا اليمين من احمد عرابي. يعني انا على قدر المستطاع بحاول ادخلكم اوريكم الاماكن هنا، مع انها الشوارع هنا بتبقى صعبة جدا بصراحة، وصعبة جدا في الشرح كمان، بس على قد ما اقدر بحاول ان انا اوريكم الاريا دي واشرحها لكم كويس. في بعد كده طبعا احنا عشان ما نقدرش نخش قدام لان مقفول بالمترو، هوريكم الاريا اليمين بحيث ان انتوا حضراتكم تعرفوها معايا، اللي هو شارع النيل الابيض. بالشوارع شارع الدكتور حجازي برضك هنا. في كام شارع كده فرعي هشرحه لكم. شارع النيل الابيض برضك فيه عماير هتلاقيها وسط، ومنطقه برضك ايه اللي هي مش داخله قوي في احمد عرابي من الدواخل اللي هي البعيده، لا منطقه هاديه ومنطقه حلوه بصراحه برضك يعني. بس جوه بعد كده بتبقى للامانه مش اللي هي المكان الكويس، لان احنا بنختم
اخرها بجزء بيدخلنا ل 100 عقبه. يعني احنا مثلا لو بنقول النيل الابيض لحد هنا، دخلنا يمين بقينا في شارع المشروع تبع 100 عقبه، لكن احنا طبعا هنخش شمال مش هنخش يمين. ده شارع الدكتور علي ابراهيم، طبعا من الشوارع المعروفه. وده شارع الدكتور حجازي اللي احنا بنقول عليه، بيودينا لشارع الرشيد. شارع الرشيد طبعا الجزء الثاني اللي هو اهو، حتى بصوا اليافطه مكتوبه شارع الرشيد والى شارع وادي النيل. طبعا انا بمشي علشان اوريكم المربع دوت لحد ما نطلع شارع الرشيد، لانه طبعا هو مقفول. شارع الدكتور علي السيد اللي احنا فيه، غير الدكتور علي ابراهيم، يعني ده شارع وده شارع. بعد كده بنطلع لشارع الدكتور حجازي اللي في وشنا. بصوا لو لاحظتوا في وشي القفله بتاعت المترو. انا مش عارف بقى هل هم فاتحين ولا قافلينها. لا فاتحينها اهو. ده مكان المترو اللي احنا بنقول هيتسمى محطة التوفيقية. هم خلاص بيفنشوا، وعلى ما اعتقد يعني ان شاء الله باذن الله في اول كام شهر في السنة الجاية هيكون المترو ده اتفتح، لان هم خلاص كده بيجربوا الخطوط تحت، وبعدين هيعملوا بقى الفتح للمواطنين. وبصراحة المترو في المهندسين حاجة ممتازة، يعني لو اتكلمنا عليه هيوفر وهيقلل كمان المجهود وهيقلل التكدس بتاع العربيات او التاكسيات او كلام من ده يعني. احنا كده خلصنا شارع الرشيد وبنخش لشارع وادي النيل اللي هو من ناحية احمد عرابي، لان في وادي النيل جزئين. يعني الجزء الثاني اللي هناك في وادي النيل اللي هو طبعا الراقي اللي هو في وش مصطفى محمود، وهنا الجزء اللي احنا بنقول متوسط، يعني لان كل جيرانه 100 عقبه. طبعا هنا بقى اسماك وادي النيل وابو العينين، يعني اللي عايز ياكل سي فود بيجي ياكل هنا سي فود. فلسه الاريا برضك محافظه على نفسها كالطلب على المحلات دي يعني. اتمنى جولة النهاردة تكون حازت رضاك، وانا كده كده نازل النفق وبعدين بطلع على اتجاه شهاب. فاتمنى جولة النهاردة تكون حازت رضاكم. بالمناسبة قبل ما اختم، العمارات اللي على ايدنا الشمال دي اسمها عمارات الاوقاف، بس عمارات حلوة يعني فوجئت الفترة اللي فاتت ناس اللي هي بتدور على حاجة بسعر قليل بيسألوني طب في شقق معروضة قدامك في العمارات دي، لأن هي جنبها على طول نادي الترسانة. والشوارع كلها صغيرة، شوارع مترقمة بالأرقام مش شوارع متسمية بأسماء. فاللي هو برضك بيسأل بيدور على حاجة تكون سعرها قليل في الاريا دي. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، انا طولت عليكم بجد جولة النهاردة، بس حاولت ان انا ألم الاريا بتاعت احمد عرابي. ما تنسوش الدعم لينا، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر. وقولوا لي رايكم في الكومنتات والتعليقات، ايه اللي حابين، اللي انتوا شفتوه، ايه اللي نفسكم ان هو يتصور باذن الله في جولاتنا اللي جايه. انا كده داخل شارع شهاب بقى. ايه اللي نفسكم يتصور في الجولات اللي جايه وعشان اقدمه لكم باذن الله ان شاء الله. وانتظروا مننا كل جديد، ويا رب يا رب بجد المحتوى اللي بقدمه يكون حاز رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.